السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ليلة النص من شعبان، احنا من اول شعبان واحنا بنقول ان شاء الله باذن الله الشهر دوت هيترفع فيه اعمال السنة بتاعتنا كلها. تمام؟ الليلة دي ربنا بينظر لعباده فبيغفر تقريبا لجميع خلقه ما عدا المشرك او المشاحن. تمام؟ فعايزين بقى نتاجر مع ربنا في الليلة دي. هل في عبادة خاصة بالليلة دي؟ لا، مفيش عبادة. احنا المفروض اي مسلم بيعمله في يومه العادي هو ده المفروض يعمله، لو قدر يزود يزود. تمام؟ طيب ايه اللي صام بالنهار ربنا يتقبل يا رب، والليل بقى اللي هيترفع فيه اعمالنا. طيب نستغل الليل ازاي؟ سبحان الله، احنا تقريبا الحمد لله الدين بتاعنا وضح لنا كل حاجه ورسم لنا كل حاجه وفي كل حاجه موجوده. اول حاجه هنصلي صلاه المغرب لان هي هتبدا من بعد صلاه المغرب. هنصلي المغرب، هنقعد وهنقول اذكار المساء وهنقولها بكل هدوء وتأني كده ومن قلبنا وبخشوع. فاذكار المساء هنلاقي فيه ذكرين منهم ربنا بيغفر لنا في بيهم اصلا ذنوبنا لما بنقولهم كل يوم ولو كانت مثل زبد البحر. طب بما ان بقى الليله دي ربنا بيغفر فيها فالمفروض ان احنا نستغفر كتير عشان ربنا يغفر لنا. يبقى بنبدا باذكار المساء واللي فيهم ذكرين. دعاء سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار ده اللي هو ايه اللي مش عارفه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يبقى ادي اول واحد. تاني واحد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بنقولها 3 مرات بيتغفر لنا كمان ذنوبنا. يبقى احنا كده قلنا اذكار المساء واستغفرنا ربنا كمان عشان ربنا يغفر لنا في اليوم دوت. بنستغفر بقى كتير وبنصلي على النبي. احنا قلنا الصلاة على النبي، احنا بس لما بنصلي على النبي بيكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى هنكسب حاجتين اهو، غفران الذنب منهم، واحنا عايزين الليلة دي يتغفر لنا ذنوبنا. طيب خلاص، خلصنا اذكار المساء، ممكن نقعد وقت العشاء لو احنا فاضيين نعمل ايه بقى فيه؟ نستغفر ونصلي على النبي، نقرأ قرآن، وهتيجي صلاة العشاء هنصلي العشاء. بعد كده من صلاة العشاء بقى لغاية الفجر عندنا قيام ليل، كل واحد على حسب ما ربنا يقدره. احنا قلنا اقلهم 3. طب احنا عايزين نصلي في اليوم ده ب100 آية علشان نكتب من القانتين. 100 آية 100 آية بقى كل واحد على حسب ما يقدر يقرأ. تمام؟ طيب احنا قلنا اقلهم 3 ركعات للي خلاص مشغول والوقت مزحوم. طب عايزين 100 آية عشان نكتب من القانتين، هنقرأها، هنصلي وهنقرأ في ركعتين الشفع بسورة الواقعة وهي 96 آية، وهنوتر مثلا بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكده 4 آيات كمان. يبقى احنا كده كملنا 100 آية وهنكتب في الليلة دي إن شاء الله بإذن الله من القانتين. تمام كده؟ طيب خلاص احنا كده كمان صلينا واقمنا الليل. طبعا الرجاله احنا عارفين اللي بيصلي العشاء في جماعه وبيصلي الفجر في جماعه، اللي يقدر من الرجاله يصلي العشاء في جماعه وللفجر في جماعه فبيكتب ان هو كده كانه قام الليل كله. انتوا متخيلين؟ بيكتب انه قام الليله دي كلها لو صلى العشاء والفجر في جماعه. تمام؟ طيب خلاص، عايزين بقى نقعد ندعي عشان احنا عندنا ادعيه كتير نفسنا ربنا يحققها لنا. هنقعد بقى ندعي. هو هندعي كده وخلاص؟ لا، في اداب للدعاء لو عايزين فعلا دعائنا يبقى مستجاب. من فيديوهات كتير جمعتها كلها بصيغه كده نتعلمها مع بعض ونقولها وان شاء الله باذن الله ربنا يستجيب دعواتنا. انا عن نفسي شفت تاثيرها، فيلا اتعلموها. بنبدا دعائنا ازاي مع ربنا؟ اول حاجه نعظمه. في بنقول اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. يقال بقى ايه هو اسم الله الاعظم؟ هنقول كده بقى في الصيغه بتاعتنا واحنا بندعي ربنا وبنستفتح الدعاء. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده اسم الله الاعظم. تمام؟ بعد كده بنثني على ربنا وبنحمده على كل نعمه عشان ربنا يزيدنا ويستجيب لنا دعائنا. اللهم اني اسالك باني اشهد ان الحمد لك وان الشكر لك، ونحمد ربنا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد ربنا كتير على قد ما نقدر. تمام؟ بعد كده نصلي على النبي، لان يقال ان الصلاه على النبي، الدعاء اللي بيبدا بالصلاه على النبي وينتهي بالصلاه على النبي بيقبل ان شاء الله باذن الله. يبقى هنقول اللهم اني اسالك باني اشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك، فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، ونصلي على النبي باي صيغه احنا عايزينها. بعد كده برضو بنقول يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام، اللي بيقولها 3 مرات ربنا بيسمع لدعاء. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللي بيقولها 3 مرات ربنا بيستمع لدعاء. طب
بعد كده بقى هندعي بكل اللي نفسنا فيه من امور الدنيا وامور الاخره، ونختم برضو بنحمد ربنا، ونختم برضو بالصلاه على النبي باي صيغه احنا عايزينها، وان شاء الله وباذن الله دعائكم مستجاب. تمام كده، يبقى احنا قسمنا ليلنا اهو والليله بتاعتنا وهنعمل فيها ايه. مفيش اي عبادات زياده، هي المفروض العبادات اللي المسلم بيعملها في كل ليله من لياليه عادي. اهم حاجه ما نغفلش عن العباده فيها، واهم حاجه ما نوقعش حاجه من دول. وان شاء الله باذن الله ربنا يغفر لنا جميعا كل ذنوبنا يا رب، وربنا يتقبل، وربنا يبلغنا رمضان يا رب العالمين، ويعيننا فيه يا رب على طاعته. ويلا كل سنه وانتم طيبين، ما تنسونيش من دعواتكم، ونصلي على النبي، ولو نسيت حاجه اكتبوها في التعليقات وذكروا بعض. وكل سنه وانتم طيبين، وتنعاد عليكم الايام دايما بخير يا رب. صلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.